ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف الغريبه اللذيذه دي. عملناها بزيت، من غير بيض، من غير اي من غير زبده ولا بيض، بزيت. طريقه سهله وبسيطه. تعالوا نشوف الغريبه اللذيذه دي عملناها ازاي وطلعت معانا بالجمال ده. غريبه لذيذه واقتصاديه خالص. شايفين شكلها تحفه. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها سهله ازاي. كده انا عملت البسكوت، وعملنا الكحك، وولعت الفرن وبسوي فيهم. هنعمل الغريبه مع بعض. عباره عن ايه؟ ربع كوبايه زيت. ربع كوبايه زيت يا بنات، اللي حابب يكتر كميه ماشي براحته. هنعمل ايه تاني؟ هنحط نص كوبايه سكر. يبقى انا حطيت ربع كوبايه زيت وهحط نص كوبايه سكر. هضربهم جامد لغايه ما يبقوا ناعمين خالص. يعني السكر يختلط بالزيت يبقى كريمي. اهم حاجه في الضرب ده، احنا ما عندناش زبده، ما عندناش بيض. يبقى هنعمل ايه؟ احنا هنعمل السكر مع الزيت، نضربه جامد لغايه ما يبقى كريمي ونرجع مع بعض. واحنا هنا ما عندناش بيض، فبدل البيض انا هحط نص صابع موز. نص صابع موز بس. شايفين؟ نص صابع الموز بس. ده يعني كأنه بكان البيض. يبقى حطينا ربع كوباية زيت، حطينا نص كوباية سكر، ونص صابع موز. هضربهم لغاية ما يبقوا ناعمين خالص وارجع لهم. بصوا يا بنات، لغاية ما بيجي لونه كده، بصوا تجل كده، عامل زي كأنه زبدة مع السكر كده. قوامه بيجي تجيل. الزيت مع السكر بيدي قوام تجيل. هعمل ايه دلوقتي؟ نفس الطبق اللي انا عملت فيه برضو الكحك. انا كنت لسه عامله الكحك دلوقتي. يبقى احنا عملنا البسكوت وعملنا الكحك. هننزل كل الخليط بتاعنا ده، ما نسيبش حاجه خساره. بصوا قوامه. حطيت يا بنات الخليط بتاعه، حطيت معلقه بيكنج باودر كبيره او كيك شيف. انا حطيت كيك شيف ماشي، وكوبايه دقيق. هحط منها جزء جزء لغايه ما الم الخليط بتاعي. يعني دي كوبايه دقيق. هشوف الغريبه بتاعتي هتاخد كديه بس. لغايه ما تتلم معايا بحط منها جزء جزء. هي كوبايه دقيق واحده بس، انا مش عارفه هتاخد قد ايه. يعني انا بحب بعجن لغايه ما العجينه تتلم معايا. بس كده. يبقى كده خدنا كوبايه الا ربع دقيق. ربع الكوبايه هجيع. يبقى خدنا كوبايه الا ربع دقيق بس. انا عامله مكيال حاجه صغننه عشان العيال ملهمش فيها قوي، فعملت كميه قليله. انتوا حابين تزودوا براحتكم. بس كده هسيبها ترتاح 10 دقايق وهرجع لكم تاني. هنا الغريبه بتاعتي يا بنات، انا سبتها. لما تسيبي الحاجه المعجنات بتاعتك، لما تسيبيها 5 دقايق ولا 10 دقايق بتشرب. بصوا تشد كده مع نفسها. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب معلقه، مش معلقه، حته صغيره. هاخد حته عجينه صغيره زي كده، وهحط لها حته كاكاو صغيره برضو، يعني في ايدي. شايفيني كده؟ يعني خدت حته عجينه من الغريبه وحطيت لها حته كاكاو صغيره. دي اللي هزين بيها الغريبة بتاعتي. ممكن تجيبوا فيه حلاوة صغيرة كده بتتعمل زي الفرماسي، بتتباع. ممكن تجيبوها الحلاوة دي اللي تزينوا بيها. بس لو ما عندكمش اعملوا زي ما انا عملت كده. بصوا، خدت حتة عجينة وحطيت لها حتة كاكاو، بقيت بالماء وعجنتها مع بعضها، بقيت كده. عملتها في ايدي، يعني في سهلة، في ثانية. هخليها هنا كده زين بيها، واخد ايه؟ اخد على قد ما انا عايزة الغريبة بتاعتي. اخد حته كده، ادوس عليها دوسه صغيره. شايفيني كده؟ واضح. واخد حته من اللي عملناها بالشوكولاته ونحطها في النص كده. شايفين شكلها لذيذ ازاي؟ ونكون انا الطاسه بتاعتي بتلزق، فدهناها بسيط وحطها. ادوس عليها دوسه بسيطه كده، واخد حته من اللي انا عملتها بالشوكولاته، احطها كده. بصوا شكلها
غريبة شكلها لذيذة تحفة بجد. نعمل كده ونسيب مسافة صغيرة بين كل واحدة وواحدة. نسويها كده واخد حتة من الشوكولاتة زي كده. هعمل واحدة تاني وبعد كده اخلصهم كلهم وارجع لكم كده. شايفين كده يبقى بالمنظر ده لذيذ. هخلصهم كلهم وارجع لكم. هاي يا بنات بنبقى عاملينها وعلوها بيبقى كده. بصوا هذه الغريبة بتاعتي بقى علوها كده، ونسيب مسافة بين كل واحدة وواحدة. ماشي. هعمل ايه كده، هحط اخر واحدة دي واروح اولع الفرن. انا الفرن بتاعتي مولعة. بعمل البسكوت، عملنا البسكوت وعملنا الكحك وعملنا الغريبة اللذيذة ها، وهروح اسويها على 180 ونولع من تحت بس وما تدي لون، وحسن ان استوت اروح مولع الشوايه من فوق. ماشي. هخلصهم واوريهم لكم. ملناش حاجه عاد نقوم نعمل اي حاجه عايزينها قريبه، بسكوت كحك. بصوا كل حاجه هعملها لكم. فاضل لانكشاير والبيتفور وبسكوت الكوكيز، يعني كل حاجه طلبتوها مني هعملها لكم، وبزيت ومكوناتها سهله ومن غير بيض ومن غير لبن ومن غير زبده. يا بنات الغريبه فظيعه. بصوا طلعت تحفه تحفه خطيره، بس مش زي اللي فيها زبده. اللي فيها زبده بتبقى دايبه دوبان، دي طالعه مقرمشه بس حلوه. اللي بيحب الحاجه المقرمشه علشان الزيت مخليها منشفه شويه، فاللي بيحب حاجه مقرمشه يعمل الغريبه دهيت لذيذه. طريقه سهله واقتصاديه وطعمها في منتهى الجمال. طعمها حلو، حاجه حلوه كده، بس مش زي الفطره. اللي عايز اللي ام زبده عندكم على القناه بتاعتي، ودي لما بزيت اهي. بصوا فظيعه، ماسكه نفسها كده حلوه، تأدي الغرض وخلاص. اتمنى تجربوا تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واتمنى تكون ضيفه خفيفه عليكم وتكون فدتكم بحاجه بسيطه. انا بقول لكم كل حاجه بصراحه. هاي يا حبايبي.